المحاولة الثانية للشعر الكيرلي. هذا هو شعري حاليا بلا سشوار بلا ولا شيء. اغلب الكومنت اتفقتوا انه لازم يكون شعري soaking wet، مشمخ كما يقولوا جيراننا، مبلول 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 مبلول. هذا شيء يساعد انه يمتص المنتوجات. حاضر. فما اللي كان يحكي لي انه انا استعملت كمية كبيرة من المنتوجات، اوكي، وفما اللي يحكي لي ما استعملتش منتوجات كفاية. يعني بدنا نتأكد يا جماعة. هذا شعري قطر بالماء. جبت حتى نسيت اسمها، فايبر تاول. ليتس جو. اول شيء كلكم اتفقتوا عليه الفينجر كولينج، فينجر تويستينج. نقسم شعري سيكشنز، كل خاصة نعملها واحدة. وانا مش نسمع كلامكم، لكن حابة اقتراحات. عندي عرس وحكيتوا لي انه لازم نبعد على السشوار. اقترحوا علي ستايل ولا لوك يناسب العرس. باش نستعمل البراش هذه، نحسها اسهل من هذه. الاثنيناتهم يعملوا نفس الفكرة. شوفوا الصوت يقطر بالماء والبرودكت. فنكمل لكم. اقترحوا علي ستايل يناسب دريس، انه يناسب عرس فرح، نكونوا مرتبين ويكون مثلا فيه اقل استعمال ممكن للسشوار. انا فكرت نص نص، يعني نشد شعري لفوق ونخلي هذا ونعملهم كيرلي، او ضفاير. او اما ضفاير منحسش تناسب عرس. لو كان شعري كيرلي 100% كنت خليته على الطبيعي، اما مازال فنظهر مش مرتبة. please help me. باش نعمل نفس هذيك الحركة على كل شعري. اسمعوا الصوت so satisfying. بعد ما حطيت كل كريم نقلب راسي. by the way حتى من المخدة حطيت عليها السلك، تأكدوا انه هو 100% سلك حقيقي. أوب. ومن بعد الفوم باش نحاول نحط مش كمية اقل، لكن نستعمله شوي هالمرة. مستحيل تحطوا شوية. اوكي انسوا الموضوع. شوفوا واحدة تكبر الكورة. وتنشيف بالديفيوزر. اما لازم تطولوا بالكم. ريفيل تايم. وارجع كيرلي شوية في نفس الوقت مازال، فاحنا في نص الطريق تقريبا. حتى السيرم حاول نفرد شوية من الاطراف. اوكي هالمرة احسن. مندمتش اني سمعت كلامكم. متنسوش تقترحوا علي ستايلات يناسبوا درس عرس مناسبة اوفيشال في الكومنتس بليز. الشعرات في تحسن ملحوظ. واو.